تخيل لو قلتلك إن في خزنة صغيرة في جيبك بتمشي بيها كل يوم، وكل ما تفتحها ممكن تلاقي فيها فلوس. بس الخزنة دي عشان تفتح وتديك اللي فيها محتاجة مفتاح واحد بس. المفتاح ده مش كلمة سر ولا بصمة صباع. المفتاح ده هو كلمة السر اللي هجاوبك عليها في آخر الفيديو. فركز معايا كويس قوي لأن الكلام اللي جاي ممكن يغير نظرتك للموبايل اللي في إيدك ده تماما. أهلا بكم يا شباب. النهاردة جايين نتكلم عن مش مجرد تطبيق، احنا جايين نتكلم عن اسلوب حياة. التكنولوجيا والتطبيقات في حياتنا ما بقتش مجرد رفاهية، دي بقت هي الهوا اللي بنتنفسه. بتصحى من النوم بتطبيق منبه، بتطلب اكلك بتطبيق، بتكلم اصحابك بتطبيق، وكمان بتدير شغلك وفلوسك بتطبيقات. فالسؤال هنا، طالما التطبيقات دي سهلت علينا كل حاجة، ليه كمان ما نستغلهاش انها تكون مصدر دخل لينا؟ حتى لو دخل بسيط يغطي مصاريف شحن الباقة او يشتري لك حاجة نفسك فيها. وعشان كده النهاردة جايب لكم تطبيق عامل ضجة كبيرة الفترة اللي فاتت، وهو Money Earning App Shiller. تطبيق ناس كتيرة بتسأل عنه وبتقول هل فعلا هو حصالة إلكترونية ولا مجرد تضييع وقت؟ تعالوا نفصصه حتة حتة. تطبيق شيلر ببساطة هو تطبيق من فئة المهام الصغيرة، فكرته قايمة على مبدأ المنفعة المتبادلة. هو بيعرض عليك مجموعة من العروض والمهام، انت بمجرد ما تنفذها بتاخد في المقابل عملات اسمها الشيلر. العملات دي بتتحول لفلوس حقيقية تقدر تسحبها. طيب ازاي تستخدم التطبيق ده صح عشان تطلع منه بأكبر فايدة؟ أول ما بتحمل التطبيق وتفتحه بتلاقي واجهة بسيطة جدا، بتسجل حسابك برقم تليفونك أو ايميلك، وبعدين بتدخل على ساحة اللعب. هتلاقي قدامك طرق كتيرة للتجميع. أول حاجة ديلي تشيكين ان أو التسجيل اليومي، ودي فلوس بتاخدها مجرد انك فتحت التطبيق. تاني حاجة سبين اند وين، عجلة الحظ، بتلفها وممكن تكسب عملات. لكن الزتونة بقى الحقيقية والفلوس الأكتر موجودة في تنفيذ العروض. يعني التطبيق بيطلب منك تحميل لعبة وتوصل لمستوى معين، أو تحمل تطبيق تاني وتسجل فيه، وكل مهمة بيبقى مكتوب جنبها هتديك كام عملة بالظبط. وفي كمان نظام الإحالة، ده كنز. لو عندك أصحاب كتير بتبعت لهم الكود بتاعك، ولما يسجلوا هما يكسبوا وانت تكسب نسبة كويسة جدا. نيجي بقى للكلام المهم، اللي هي ايه هي مميزات التطبيق دي. اهم ميزة في التطبيق انه مجاني، مش بيطلب منك تدفع ولا مليم عشان تشترك. واجهته سهلة جدا واي حد حتى لو مبتدئ يقدر يتعامل معاه. كمان الحد الادنى للسحب فيه يعتبر قليل مقارنة بتطبيقات تانية، وده بيخليك تحس بالانجاز بسرعة. لكن عشان نكون صرحاء مع بعض لازم نتكلم عن العيوب والواقع اللي شفناه في تعليقات المستخدمين في بلاي ستور. اكبر عيب يواجه الناس هو ان بعض المهام مش بتسمع، يعني ممكن تحمل لعبة وتلعبها وترجع للتطبيق تلاقي العملات منزلتش. ودي مشكلة تقنية بتحصل في النوع ده من تطبيقات كتير. كمان سعر العملات مقابل المجهود ممكن يكون قليل شوية، يعني محتاج طولة بال. وفي نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، وهي طرق السحب. لأن التطبيق ده أحيانا بيكون موجه للدول معينة زي الهند، فبيستخدم محافظ زي باي تم. فلازم تتأكد قبل ما تضيع وقتك إن وسيلة السحب المتاحة زي التحويل البنكي أو غيره شغالة ببلدك ومناسبة ليك. من واقع تجارب الناس الآراء منقسمة. في فريق بيقول التطبيق ممتاز وساعدني أشحن رصيد تليفوني ببلاش، وفريق تاني بيقول أنا نفذت العروض وما خدتش العملات، والدعم مش بيرد بسرعة. عشان كده نصيحتي ليك، اعتبر التطبيق ده تسلية بفايدة مش شغل أساسي. لو حسيت شيلر مش مناسب ليك أو جالك فيه مشاكل، في بدايل تانية عالمية وموثقة أكتر وليها سمعة بقالها سنين، زي تطبيق جوجل أوبن ريورد، وده تبع جوجل وبيديك رصيد مقابل استبيانات بسيطة. أو تطبيق سواق باك الغني عن التعريف، وتطبيق بول باي. التطبيقات دي أساسية صارمة شوية بس مضمونة أكتر في الدفع. دلوقتي جه وقت الإجابة على السؤال اللي سألته لك في أول الفيديو. فاكر المفتاح اللي قلتلك عليه عشان تفتح الخزنة اللي في تليفونك؟ المفتاح ده هو الاستمرارية والصبر. مفيش تطبيق هيديك فلوس وانت قاعد نايم. التطبيقات دي محتاجة وقت ومجهود يومي عشان تجمع منها مبلغ محترم. لو انت عندك الصبر ده فتليفونك هيتحول لأصل بيجيب فلوس. لو ما عندكش فهيفضل مجرد أداة رفاهية بتسحب من وقتك وفلوسك. لو عجبك الشرح وحسيت انك استفدت منه، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن طريق الربح.
عن طرق الربح من الإنترنت وتطبيقات تانية كتير. جرب التطبيق وقولي رأيك في التعليقات، هل اشتغل معاك تمام ولا واجهتك مشاكل. أشوفكم على خير في فيديو جديد، سلام.